مرحبا بكم بنياتي وليداتي اخواني اخواتي. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم العصير اقتصادي متناول الجميع، نتمنى يعجبكم، اللي هو بالجزر والتفاح. تشوفوا الطريقه والمقادير على بركه الله وفي امان الله. مرحبا بكم بنياتي. كما قلت لكم غندير معكم العصير بالجزر والليمون. غادي نقشر هنا الجزر، غادي نقشروه نوريكم بواحد الطريقه واحده. نقشروا بنياتي الجزر هكذا، بعد ما غادي نقشروا كامل غادي نقطعوا هكا طراف، نقطعوا طريفات هكا وليداتي. بعد ما غادي نقشرهم كاملين ونقطعهم طراف وانا معكم. بعد بنياتي ما نقيت تفاحه وثلاثه ديال الجزرات، الا كان هذاك العظم ديالو اولا هذاك قاصح حيدوه، الا كان طري خليوه. دابا غنديرو في الماء، عندي هنا اطرو مع مرش يعني ما كاملش، نديرو يطيب حتى نشوفوا خيزو طاب وانا معكم. بما نعصر الحامض والليمون في امان الله. مرحبا بكم بنياتي. بعد ما سلقت الجزر والحامض، عفوا الجزر والليمون والتفاح وخليتهم حتى بردوا، عندي هنايا واحد 8 الحبات ديال التمر، عندي السكر على حسب الذوق، عندي واحد الكميه ديال عصير الليمون، كذلك الحامض معصر. على بركه الله غادي نكب هذا الخليط هنايا في الكاس ديال الطحانه. غنحيد هاد الحبه ديال الليمون، بسم الله. غندير هاد المكونات كلها، بسم الله. والتمر، السكر على حسب الذوق، الحامض، غنزيد الليمون غير القياس. تنطحن الجميع، غادي نخلطهم وانا معاكم. بعد ما طحنته غنزيد عليه دانون ديال المونغ، لان المونغ قليل وغالي، المهم درنا حنا عصير اقتصادي. غندير هنا دانون ديال المونغ بنكهه المونغ، كيجي فيه رائع جدا. نخلط هاد المكونات وانا معكم. بعد ما طحنتو وليداتي، خديت هاد الكاس، غمستو في العصير ديال الليمون، وعاود غمستو في السنيده باش عطاني هذاك المنظر الرائع. كما كتشوفوا العصير جا خاتر وجا رائع وصحي ومفيد واقتصادي. كنتمنى وليداتي يعجبكم، كنتمنى لكم كل التوفيق والصحه والسلامه، ورمضان مبارك. لا يدخل عليكم بالخير والهنا والتوفيق في امان الله. السلام عليكم.